عكس ما يحدث عندنا. احنا الجماعه كي جابوا لنا سيمبول اكذوبه العصر، اكذوبه التاريخ، هذه سيمبول. هذه جابوا لنا سيمبول يكلخونا يصايبوا لنا جهال. نساو باللي الشعب الجزائري راهو واعي، رانا في عالم المعلومات وعينا مفتوحين وعلى بالنا بقصه النجاح في كل البلدان. سيمبول قال لك رانا صنعوها في الجزائر، راهم يديروا يصنعوها 100% في فرنسا، يركبوها سياره كامله وبعد ما يكلخونا واش يديروها؟ يفتحوها والفاتوره على الجزائر، يفكوها ومن بعد كي يفكوها البياسات الكبيره تاعها يحطوها في لي كونتونير والفاتوره على الجزائر، ومن بعد ينقلوا لنا لي كونتونير والفاتوره على الجزائر، يخرجوها من لي كونتونير الفاتوره على الجزائر، يعاودوا يركبوها والفاتوره على الجزائر. كاش ما شفتوا يا جماعه مصنع فيه الروبوتيزم، هذوك اللي روبو هذوك اللي يركبوا السياخي، شايفين السياره مصانع السيارات، كاش ما شفتوها عندنا احنا جايبين سيمبول والتركيب بالتورنفيس. يعني دوك احنا هذه الجماعه هذو اللي راهم يكلخونا يصيبونا طلوعه ولا كيفاه؟ يا اخي رانا قاريين، يا اخي على بالنا واش صاير في العالم. اين هو نقل التكنولوجيا؟ وبعدين فرنسا شرطت علينا، قالت لنا باه نقبلكم سيمبول، ممنوع عليكم تبيعوا سيمبول خارج الجزائر. المغاربه نهار اللي تفاوضوا مع الفرنسيين على صناعه السيارة تشترطوا المغاربه ان السياره التي تصنع في المروك يقدروا يبيعوها لافريقيا والله اي مكان يحبوا، وداو هذا الحق. الجماعه تاعنا اللي فاوضوا بعض منهم، نقول بعض مش كلهم، بعض منهم عملاء خدموا لمصلحه فرنسا، عملوا لمصلحه فرنسا ومشاو مع فرنسا بلي ما عندناش حق نصدروا. وبعد ذلك فرنسا اشترطت علينا انه باه نقبل سيمبول يجي يتركب هنا في الجزائر لازم انا يعني فرنسا ما تربح حتى خساره، ما تدي حتى خساره، لازم يكون في ذلك الوقت تشجعوا له كريدي على كونسوماسيون، لازم اللي يحب يشري سيمبول تسهلوا له يسلف الدراهم من البنوك باه تبيع لا مارشانديز تاعها كل. يعني فرنسا تحل في ازماتها الاقتصاديه على دورنا احنا. اين هو نقل التكنولوجيا؟